ايش؟ زوجة غازي حولت القضية لمحقق ثاني؟ يا هلا والله يا حلوين، كيف حالكم؟ طيبين؟ معاكم اسكندر. قصتنا اليوم عن رجل عمره 55 سنة، نقول اسمه غازي واسم زوجته سوزان. طبعا هذا الرجل في عام 2010 15 سبتمبر كان دائما كل ويكند ياخذ فندق عشان يرتاح فيه. طبعا هذا غازي في شبابه كان مهندس سفن، كان يسافر بالشهر والشهرين وكان ينام في البحر ويعيش ايامه في البحر بحكم انه مهندس سفن، وكان عشان ياخذ شهرين ثلاثة عشان يوصل المدينة اللي يبغاها. عمله كان مرهق جدا، بعد ما كبر في السن غير مجال عمله وصار يشتغل دائما في العقارات. كان نحيف جدا، مش لأنه كان يمارس الرياضة أو كان يعمل عمل نظام غذائي، لا، لكن بحكم عمله كان شاق جدا وكان يحرق دهون جدا، وكمان كان يشرب دخان بشراهة. وخلي موضوع الدخان في بالك لأنه مهم للغز القضية. والشركة اللي كان يعمل فيها العقارية هذه هي اللي كانت تحجز له الفندق، وكان كل ويكند يروح يرتاح هناك يومين ثلاثة، وكان على تواصل مع زوجته على طول مباشرة. وكان أول ما يدخل غرفته على يدك اليمين مباشرة كان الحمام، وفي وجه الباب على طول مباشرة كان في شباك فوق، وتحت الشباك على طول مباشرة كان السرير حقه طبعا في جهة اليمين، وجهة اليسار كان في تلفزيون. طبعا ليش قاعد أشرح لك الموضوع ده؟ لأنه مهم جدا في لغز هذه القضية. دخل غرفته وحط اغراضه وغير ملابسه وراح انسدح على سريره. طبعا هو من النوع اللي ما يحب يختلط مع احد ولا يجلس برا مع احد، دائما في غرفته موجود. طبعا نظامه انه يخلي التكييف مره عالي ويخلي الغرفه باردة. راح اليوم ذا. في اليوم الثاني زوجة غازي سوزان حاولت تتصل على غازي، لكن غازي ما بيرد الاتصال. غريبة، ما هي أول مرة، دائما هي تتصل على زوجها غازي على طول الرجال يرد، لكن المرة هذه هي حاولت مرة ومرتين وثلاثة وغازي ما يرد على جواله. غريبة، ما أدري إيش الموضوع. الاتصال الرابع الموظف اللي موجود هناك في الشركة حس إنه المكتب حق غازي يرن، لكن التليفون ما في أحد يرد. فقام هذا الموظف راح رد على التليفون وقال أهلا. قالت أنا سوزان زوجة غازي، هو موجود عندكم، موجود في المكتب، لأني اتصل على جواله ما يرد علي. فالموظف قال لا والله اليوم غازي ما داوم. هنا بدأت سوزان تقلق بالفعل وقالت طيب أنا اتصل على جواله ما يرد علي، يا ترى إيش بو، إيش صار فيه؟ يا فلان أنت تعرفه، هو صاحبك، إيش رأيك تروح الفندق وتبحث عنه وتسأل عنه وتشوف وضعه هناك؟ صاحبه هذا يعرف الفندق اللي كان يحجزه كل ويكند. الموظف قال لها لا تقلقي إن شاء الله ارتاحي، أنا أروح الفندق وأسأل عنه. أول ما وصل الفندق ودق باب الشقة حقته، دق الباب المرة الأولى الثانية ودق الباب بالقوة، لكن ما في أحد يرد. نزل للاستقبال قال لهم يا فلان ترى عندنا فلان هنا غازي ساكن عندكم كل ويكند يحجز عندكم، الآن إحنا ندق على بابه لكن ما في أحد يرد. إيش رأيك عندكم نسخة تجيب المفتاح ونفتح الباب ونشوف غازي جوا ولا لا؟ طبعا الموظف هذا قال أوكي. أخذ المفتاح وطلعوا وراح فك الباب، وكانت المفاجأة الكبرى. لقيوا غازي ميت وطايح أسفل سريره والسيجارة بيده اليسرى. أول ما شافوه طايح وميت زي كذا قاموا اتصلوا بالطوارئ وبالإسعافات الأولية، وجاء المحقق برضه هنا. وأول ما دخل المحقق الغرفة شاف الغرفة حارة جدا وساخنة والرجال ميت. طبعا هنا المحقق قام بدوره وراح يبحث عن أي دليل أو أي ممسك يمسك فيه في هذه الجريمة. دور في الغرفة ودور في الأغراض، كل شيء سليم، الجدار سليمة يعني ما في أي مشاكل، الباب سليم ما في خلع ولا كسور ولا شيء، وحتى جسمه هو سليم. يعني المحقق رسل الجثة لدكتور جراحة وقال له شوف لنا الموضوع، احنا شاكين ان الرجال ربما مات من سكتة قلبية او حاجة عادية جدا، فانت اتأكد لنا من الموضوع واعطينا خبر. الدكتور اخذ الجثة وشاف الجثة فعلا الجسم سليم جدا، ما في اي اثار ضرب، ما في خدوش، ما في شيء، ما غير خدش بسيط تحت عينه زي ما قلنا انه ممكن طاح من السرير وجت له هذه الخدشة البسيطة. لكن الدكتور قام شرح الجسم وشاف داخل الجسم، وهنا كانت الصدمة. أعضاء جسمه متلخبطة ولسه في أكل طايف في معدته، دم كثير طالع لبرا كأنه في نزيف داخلي أو شيء من هذا القبيل، وكمان ضلوعه مكسرة وفي ثقب صغير في قلبه. الدكتور شاطر، المفروض مثل هذا الدكتور يعني يقدر يستكشف يعني كيف صاير الوضع هذا وهو متلخبط، يعني كيف الرجال من برا جسمه سليم ومن داخله أعضاءه كلها مكسرة ومبهذلة. اتصل على المحقق وكلمه بالموضوع ذا كله. المحقق قال له أنت إيش شايف يا دكتور؟ الدكتور رجع قال له أنا أرى إنه هذا الرجل ميت ولكن موتته مش موتة طبيعية. انصدم المحقق من كلام الدكتور، كيف الرجال ذا مات
ومن داخله مكسور ومن خارجه جسمه سليم، والمشكلة ما عنده أي ممسك يمسك في الموضوع هذا، غير إنه عنده حاجة واحدة، إنه الرجال لما كان ينام غازي لما كان ينام في غرفته يخلي الغرفة مرة باردة ولكن الغرفة كانت دافئة. طبعا هنا المحقق قام بدوره وراح يبحث عن أي دليل أو أي ممسك يمسك فيه في هذه الجريمة. دور في الغرفة ودور في الأغراض، كل شيء سليم، الجدار سليمة يعني ما في أي مشاكل، الباب سليم ما في خلع ولا كسور ولا شيء، وحتى جسمه هو سليم يعني ما في أي شيء في جسمه، ما غير في خدش بسيط تحت عينه. قالوا ممكن هذه من طيحته من السرير وصارت في هذه الإصابة الخفيفة. جلسوا يبحثوا يمين يسار ما في أي حاجة، وكل الأشياء اللي موجودة في الغرفة كلها سليمة 100%. المحقق هنا قرر إنه يتصل على زوجة غازي اللي هي سوزان ويخبرها بالموضوع. طبعا سوزان إلى الآن ما كانت تعرف عن الموضوع ولا حاجة، فأول ما خبرها وسألها هي قالت إنه فعلا كان زوجي يشرب دخان بشراهة، وإنه كان ما هو مهتم بصحته وكان نحيف جدا وعمره يتجاوز 55. المحقق هنا قال ربما هي موتة طبيعية وسكتة قلبية جدا، فإحنا نضطر إنه نغلق هذه القضية. خرج المحقق للغرف اللي حول غرفة غازي وراح سأل السكان اللي هناك شفتوا حاجة سمعتوا حاجة؟ كلهم هنا يبدأوا يقولوا ما سمعنا ولا شفنا، ما سمعنا ولا شفنا. وراح الغرفة اللي حول غرفة غازي أيضا يدور يمكن يحصل مخدرات، يمكن أحد حاجة يعني عنده شيء ولا من بلا، ما حصل أي حاجة. فهنا المحقق احتار فعلا جدا إنه كيف يسوي في القضية هذه وكيف يحل هذه القضية وكيف الرجال مات. نسيت أقول لكم حاجة ثانية، إنه غازي قبل لا يموت شغل الميكروويف، كان بيسخن حاجة ويأكلها، من شدة ضغط الكهرباء ضرب الميكروويف عنده، بس الكهرباء عنده ما انطفت الكهرباء الغرفة اللي تحته والغرفة اللي بجنبه، فجابوا العامل حق الفندق على أساس إنه يصلح الكهرباء. المحقق هنا قال ممكن العامل له يد في الموضوع، وراح حقق مع العامل، طلع يعني العامل يعني ما له علاقة بالموضوع. فجلس الليلة هذه كلها المحقق في داخل هذه الغرفة وبات فيها. المحقق طبعا جلس يحقق في الموضوع هذا لمدة 6 شهور. زوجة غازي سوزان هنا يائست وقالت أنا لازم أحول الموضوع هذا لمحقق آخر عشان يتحقق من الموضوع. اتصلت على محقق شاطر وحكت له الموضوع. المحقق قال لها أنا بجيكي عندك بأسألك بعض الأسئلة المهمة حتى تجاوبي عليها وأعرف إيش راح أسوي أنا. وفعلا جاء المحقق لبيتها وسألها بعض الأسئلة المهمة وقال لها خلاص أوكي أنا بروح لنفس موقع الجريمة. وقبل لا يروح لموقع الجريمة اتصل على المحقق السابق وقال له أنا أبغاك توديني لموقع الجريمة. طبعا أول ما وصلوا لموقع الجريمة جلسوا المحققين الاثنين مع بعض ويتشاوروا في الموضوع. فالمحقق الأول عرض كل المعلومات حقت 6 شهور للمحقق الثاني وقال له هذه هي القضية بالكامل والصور هذه هي. المحقق نظر لها كلها وشافها مزبوط وقال له خلاص أنا حليت القضية. المحقق الأول انجلط قال كيف حليت القضية؟ قال أنا حليت القضية خلاص كده أنا خلاص عرفت مين القاتل. استغرب المحقق الأول قال كيف يعني كيف؟ قال أنا بس أسألك حاجة واحدة، دق على زوجة غازي أبغى أعرف حاجة واحدة. قام المحقق اتصل على زوجة غازي. طبعا المحقق أول ما اتصل عليه قال له إيش تبغاني أسألها؟ المحقق الثاني قال له اسألها هل زوجك كان يدخن باليمين ولا باليسار؟ اتصل على زوجة غازي وسألها أنت زوجك كان يدخن بيده اليسار ولا باليمين؟ قالت زوجي كان يدخن اليسار. المحقق الثاني قال له خلاص قفل الاتصال أنا عرفت القاتل. استغرب وقفل الاتصال. المحقق الثاني قال للمحقق الأول تعال الموضوع كالآتي. قال له كيف؟ قال أنت تعرف إنه غازي ما ينام إلا والغرفة باردة صح؟ قال له إيوه. قال له طيب الميكروويف لما ضرب على غازي ما حس إنه الكهرباء طفت لأن الغرفة كانت أصلا باردة ومجمعة برودة. فغازي هنا كانت موتته ما بين الساعة 8:30 إلى الساعة 9. العامل جاء صلح الكهرباء وغازي ما حس إنه المكيف طفى. في هذا الوقت وفي هذه الأثناء كانت موتة غازي، وهو غازي كان واقف مع سيجارة بيده اليسرى، فقام أخذ السيجارة من يده اليسرى بيده اليمنى عشان حصلت له حاجة. فهنا قام يبغى يستخدم يده اليسرى فما لحق إنه يستخدم يده اليسرى في السيجارة في يده اليمنى وطاح غازي. وطيحته هذه تبين الكسور والنزيف الداخلي. قال له المحقق كلامك منطقي ولكن إيش يبين لنا برضو سبب وفاته؟ قال له أنا جاي بالموضوع تعال معي. راحوا لجهة السرير حق غازي على طول وشافوا الشباك اللي فوق سرير غازي زي ما ذكرت لكم
في البداية. المحقق الثاني قال له هنا كان في شيء وصار في إصلاح الآن. المحقق الأول قال له ممكن، قال له تعال أوديك الغرفة الثانية المجاورة لغرفة غازي. راحوا الغرفة الثانية، طبعا الغرفة الثانية اللي كانوا فيها اثنين من الشباب اللي المحقق الأول حقق معاهم وقالوا ما نعرف ولا حاجة. أول ما دخلوا الغرفة راحوا لنفس المنطقة، والمحقق الثاني حط إصبعه فإذا في حفرة ضيقة جدا، فهذه الحفرة موجهة مباشرة على موقع اللي مات فيه غازي. جابوا الخبراء واستكشفوا وسألهم المحقق الثاني، قالوا أبغاكم تتحققوا من الحفرة هذه إيش؟ فشافوا الحفرة فقالوا للخبراء إنه هذه الحفرة مرت فيها رصاصة اللي كانت موجهة في صدر غازي. هنا المحقق الثاني قام استدعى أحد الأشخاص اللي كانوا ساكنين في نفس هذه الغرفة على طول، وجابه وحقق معاه وقال له أبغاك توقع على الأوراق هذه، وحقق معاه ووقع على الأوراق هذه. فالمحقق قال له بسبب هذه الأوراق راح أسجنك مدى الحياة، لأنك أنت جالس تكذب علي وتعثر التحقيق، لأنه زميلك الثاني إحنا جبناه وحققناه معاك أصلا بيكذب عليه، وقال له إنه أعترف بأقوال ثانية وأنت جالس تكذب علي. فهنا خاف المجرم وقال له صراحة احنا كنا قاعدين نلعب مع بعض وكنا سكرانين، فالرصاصة بالغلط انطلقت مننا ودخلت على جهة الغرفة الثانية، بس ما توقعنا انه الراجل ذا مات. فهنا عرفنا انه الرصاصة هذه تجاوزت وضربت في صدر غازي، ولكن ما اخترقت صدره، بس كافية كانت انه غازي يموت. فهنا طيحته هي اللي كانت فيها كسور وزي كذا. والرجل هذا طبعا سجنوه سجن غير يعتبر قتل غير متعمد لمدة 10 سنوات. كذا قصتنا انتهت حبايبنا. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. معاكم أخوكم اسكندر، وإن شاء الله قصة جاية حلوة، خلوكم معايا.